السلام عليكم، ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا نعمل شوية بانيه كده بكفر متماسك بدون بيض ولا لبن ولا زبادي، ولا هنكلف نفسنا خالص. كفاية قوي ان احنا اشترينا البانيه نفسه. معايا بصلاية حلوة، بسم الله الرحمن الرحيم. بصلاية حلوة كده كبيرة، بشرتها بشر ناعم بالمبشرة. حطيت عليها رشة ملح وسبتها شوية. لما نزلت المية خدتها في مصفى ضيقة وصفيتها زي ما شفنا. اضفت ايه بقى؟ ربع كوبايه من الميه على ميه البصل. حطيت كمان ملح، فلفل اسمر، بهارات فراخ، وشويه من الكزبره، ونص ليمونه. اوعي تحطي زيت عشان الزيت هيخلي الكفر اللي احنا هنعمله يفصل عن البانيه. خليكي كده متابعه معايا. الحاجه الوحيده اللي ممكن تضيفيها، يعني انا دلوقتي ضفت ايه؟ ربع كوبايه من الميه. هحط نص كوبايه من الدقيق، يعني حطيت بالبركه وهقلب كده كويس، بس هم حوالي نص كوبايه من الدقيق. الخليط بتاعي يكون ايه؟ متماسك يعني، بس مش عجينه كتله، لا. شبه البانكيك كده. هجيب بقى البانيه بتاعي غسله كويس جدا بملح وليمون ودقيق ونقعاه ومصفياه لحد لما يعني ايه حضرت التتبيله. هاخد البانيه بقى احطه في الخليط اللي انا عملته وهغطيه، يعني اتاكد بس ان هو اتغلف كويس قوي قوي، وهغطيه لحد ايه قبل المغرب كده بنص ساعه هقوم عشان اقليه. بصوا، غمضوا عينيكم وفتحوها، خلاص المغرب، خلاص الساعه 5:30. وحضرت دلوقتي 4 معالق من الدقيق، عليهم معلقتين من النشا، رشه ملح ورشه فلفل اسمر، وشكرا. هاخد بقى بالشوكه كده علشان ايديا ما تتمليش بالعجين من البانيه اللي هو في الكفر او في الخلطه السايله دي. هاخده على الدقيق بالمعلقه، هساعد نفسي كده، مش عايزه ابهدل ايدي. ومحضره الطاسه وفيها الزيت، وهاخد على طول هقلي. مش هستنى ولا احطه في تلاجة يتماسك ولا كل الكلام ده، والله ما في واحده فيهم فاصله الكفر بتاعها عن قطعه الفراخ خالص، وكمان مقرمشه جدا. فيعني لو جربتوه ان شاء الله ان شاء الله هتدعولي وهيعجبكم. بصوا بقى الجمال. كنت محضره شويه مكرونه كده بالصلصه، مكرونه وادعه، رشه جزر، وبألف هنا.